أستاذ محمد الميغودي، ألا ترى نحن في حاجة إلى مثال واضح لا أتحدث عن شمال أفريقيا، أتحدث عن المغرب العربي، لأنه عندنا مثال رائع جدا هو الأهلي المصري. تتذكر أنت الأهلي المصري في فترة من الفترات، ودائما نتحدث عن هذا المثال، كولر كان سيقال لو كان في أي فريق آخر كولر يقال. تتذكر ضربة جزاء أطهر الطاهر لرشحة الأهلي المصري في تلك الفترة. الأهلي كان في وضعية صعبة جدا، ولكن الإدارة تشبثت بالمدرب والأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا. هذا المثال الحقيقة غائب في المغرب العربي، والدليل ليس فقط في الترجي. أنا نعرف في المغرب الآن بالنسبة للوداد وبالنسبة للرجاء، بالنسبة لموكوينا، وأيضا بالنسبة لبينتو، في إمكانية الإقالة، وبدأ الحديث عن الإقالة، وبدأ الحديث حتى عن فوز البنزرتي مثلا في الرجاء. يعني الحقيقة ليس فقط في تونس، حتى المغرب تقريبا تعاني نفس الشيء، والجزائر أيضا. نتحدث عن المغرب العربي بشكل عام. والله عزيزي هيكل، أنا أتفق معك جملة والتفصيل. أقول أولا، حينما نقارن الأهلي المصري مع الأندية الأخرى في المغرب العربي وبشمال إفريقيا نظلم هذا الفريق، لأن الأهلي المصري هو نموذج للفريق المؤسساتي. كل خلية تشتغل وفق اختصاصها وبصلاحيتها المطلقة، وبالتالي يكون ضمانها النجاح. في حينما نناقش بعض الأندية الأخرى، الرؤساء هم الذين يختارون المدربين ويختارون اللاعبين، ومنهم من يتواطأ مع الإلتراس في جماهير الفريق ويختار. الأمر هنا يتعلق فقط بصورته وبسمعته وبصوره أيضا. وبالتالي أن الأهلي المصري إذا أردنا أن نناقشه يجب أن نناقشه كقدوة، ويجب أن نستفيد منه كتجربة ميدانية على مستوى توزيع الاهتمامات وتوزيع الاختصاصات داخل النادي. داخل الوداد، أنا داخل الرجاء أقول أن الوضع أكثر تعقيدا.